هذا الكوريو. اه فالقنوات كلها جايبه الحكايه دي، بس بجد ان شاء الله يعني اهم حاجه مش هيحصل احداث تسرب والناس كده تطلع افلام. انا بطلب بس الناس تشجع 90 دقيقه طول الماتش. طب انا عايز اقول لك حاجه دي. انا مصطفى الاغاني الوطنيه اللي بتيجي على التلفزيون على طول وفي البرامج دي، انت شايفه ان ده شحن للجمهور معنوي ولا سلبي؟ شحن للجمهور اغاني زي الاغاني المصريه. الاغاني الوطنيه الكتيره دي والشحن اللي من الاعلاميين اللي يقول لك هنكسب وازاي يطلع يقول لك في التلفزيون ده احنا هنحرق البوم هنا في القاهره. شايفه ان الشحن الجمهور الزياده عن اللزوم ده ايجابي ولا سلبي يعني؟ لا 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 لا, لا بجد ده ايجابي جدا. ده اي حد بيسمع الاغنيه، اي اغنيه لمصر، اغاني زمان شاديه والاغاني اللي هي حتى انسه وعجرم والاغاني كلها دي بتبقى حاجه كويسه جدا لكل الجمهور المصري، ان هي بتحمسهم ان هم يشجعوا. كمان حاجه حلوه للعيبه. تمام يا دينا، يعني ان شاء الله نبارك كلنا لمنتخب مصر يوم السبت، وتكوني اول متصله معانا ان شاء الله وتباركي معانا. ان شاء الله نحتفل ان شاء الله باذن الله كده اهوت، ومصر تكون في كاس العالم. يا رب. المهم الجيل اللي يجيب الكوره والله مش هتفرق معايا، يكون ابو تريكه ولا عماد متعب ولا احمد حسن ولا سيد معوض، اي حد هيجيب. فهو مش لابس تيشيرت النادي الاهلي، ده لابس تيشيرت منتخب مصر. لو كنت منتخب مصر ونشترك يا مصطفى، ودايما كنت اقول لك ان شاء الله بنشترك يا علاء. بنشكرك جدا يا دينا، وبطلي بيها في السوق السوداء. يا مصر السوق السوداء ماشي. اوكي يا دينا، مش اسف. اوكي ماشي. باي باي. احنا بنشكر دينا جدا على اتصالها. دينا مؤسسة رابطة مشجعات نادي الزمالك، وطبعا دلوقتي مفيش بقى زملكاوي اهلاوي اسماعيلاوي وبورسعيد اسكندراني، كلنا دلوقتي في مصلحة منتخب مصر ومنتخب مصر، ونجمع كل المشجعين وكل الروابط، وان شاء الله كلهم يبقوا مشرفينا في استاد القاهرة. عايزين مش 80,000، عايزين 100,000 150,000 ان شاء الله يوم استاد القاهرة. ولا ايه رايك يا علاء؟ بالتاكيد يا مصطفى. هي روح حلوه دلوقتي، خلاص دلوقتي ما حدش بيقول اهلي ولا زمالك ولا غيره. فانا اتوقع حتى التشجيع يا مصطفى عايزين زي ما اتكتب على النت وزي ما كان بيتقال الفتره اللي فاتت دي. عاجبني قوي ان احنا نسيب التشجيع بتاعتنا، ان احنا نبدا نشجع 90 دقيقه، ما نشجعش قبل ال 90 دقيقه. عايزين نفضل ساكتين، نفضل هاديين. زي ما اتقال مثلا لما تعرفوا ان باص اللعيبه بتاعنا وصل 200 300 من الاستاد، يخرجوا يشجعوا لهم شويه ويعيشوهم الاجواء ويرجعوا تاني في الاستاد يقعدوا. مش عايزين اي تشجيع، هتفضل طبعا اغاني وطنيه شغاله، مش عايزين تشجيع، مش عايزين نفضل ساكتين. بعدين لعيبه الجزائر تنزل، ما حدش يديهم اي اهتمام ولا الهوا. لعيبه مصر تنزل هنحييهم، وبعدين نرجع نسكت تاني مع صفاره الحكم. الجمهور كله يقوم يقف مره واحده والكل يشجع. ده تشجيع الصح. عارف اما بلاش ندخل لعيبه الجزائر في الاجواء من قبل الماتش. يعني عايزين بقى نحسسهم ان احنا هادين هادين هادين، وبعدين اول ما يبداوا يا دوبك اول ما الحكم يصفر الجمهور يبدا يشجع في حاجه ثانيه يا الاء، ان الجون بيجي في ثانيه. يعني احنا في الجزائر جه فينا 3 جوان في 10 دقائق او في 12 دقيقه. الجون بيجي في ثانيه. مش عايزين نستعجل اللعيبه، عايزين اللعيبه تاخد راحتها في اللعب براحتهم. ما تحسسهمش من اول دقيقه ان هو لازم يعمل لونج باص وكوره طويله عشان يوصل الجون باسرع وقت. لا، سيب اللعيبه تلعب براحتها. الجون بيجي في لحظه، ممكن في اخر دقيقتين، زي ماتش مانشستر وبايرن ميونخ في كاس اوروبا لما مانشستر غلب البايرن في اخر دقيقتين واخد منه كاس اوروبا وماشي. ممكن جونين بالظبط يخلصوا على المباراه في اخر دقيقتين بالظبط. فنحاول نهدى على اللعيبه شويه ونشجع تشجيع هادف، ما يبقى في مصلحه اللعيبه مش ضده. لا ان شاء الله المره دي الجمهور هيكون هو الجمهور فعلا واعي فعلا المره دي. ومحدش حتى الجمهور خايفين قالوا مش هنعمل اي حاجه ممكن تاذي منتخبنا، ممكن الحكم يلغي بيها الماتش. فطبعا بالتاكيد الجمهور واعي وفاهم النقطه دي. فان شاء الله هيكون التشجيع كويس واي حاجه هتحصل هتبقى مش داخل الاستاد او في 90 دقيقه. فربنا يوفقهم يا مصطفى ان شاء الله. يعني وانا شايف برضه ان الاعلام وعى الجمهور بشكل كيف خلال الاسبوعين اللي فاتوا دول، ويعني افهمهم ازاي يبداوا يشجعوا، ان هم يبداوا يشجعوا من الساعه 6:30 من اول وصول الفريق لاوضه اللبس، بحيث ان هم يخوفوا جمهور الجزائر ويشجعوا جمهور مصر. معانا تقريبا تليفون يا الاء، صح؟ معايا تليفون يا مصطفى. الو الو ايوه، مين معانا؟ ايوه ايوه ازيك يا علاء؟ ازيك يا مصطفى؟ تمام الحمد لله. مين؟ سارة رئيسة من رابطة مشجعات النادي الاهلي. سارة ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا علاء؟ عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. سارة بنتكلم عن منتخب مصر. في الاول انت هتتفرج على الماتش فين؟ في البيت اكيد، يعني صعب ان انا اتفرج في اي مكان تاني بره، الدنيا كلها تبقى زحمه.
الاستاد بره اكيد يبقى هرجع على الساعه 2 بالليل. امال مين هيروح الاستاد يا ساره؟ ده كل اللي اتصل قال لك هتفرج في البيت. ما هو الرجاله بقى الولاد هم اللي يروحوا الاستاد. شفتي سوق السودا يا ساره؟ شايفه التاكت بقت وصلت ل 100 و150 و250 ولسه بقى. شفت الهزاله المعتاده الموجوده على طول كانت موجوده في 2006 وموجوده دلوقتي. سوق سودا مفيش نظام في منافذ البيع، ده موجود حتى من 2006 عادي. مش جديد على اتحاد الكوره، مش جديد عليه. مش جديد علينا بس كان متوقع. وكان متوقع. طب يا ساره لو اتكلمنا فنيا شويه بقى، يعني انت شايفه ان الماتش رايح على فين؟ نعم؟ بقولك لو اتكلمنا فنيا شويه، انت شايفه الماتش رايح على فين؟ رايح على مصر ان شاء الله. ده كده؟ ان شاء الله. لا ان شاء الله هما بس يكون في تركيز والجمهور يبقى كويس اهم حاجه ويشجع الفريق وبس، ويبعد خالص عن الجزائر، واللعيبه اهم حاجه ما تمشيش ورا استفزازات لعيبه الجزائر ولا الجمهور. اكيد هيستفزوهم وما يستعجلوش وما يتوتروش ويكونوا هادين طول 90 دقيقه وكده. ان شاء الله هنكسب ان شاء الله. توقعي هنكسب كام؟ لازم نكسب 3، لازم ان شاء الله. وممكن لو يعني ركزنا قوي ممكن كمان يبقى اكتر من 3، بس هو 3 بس نجيبهم الاول ان شاء الله. طب ساره 3 اهداف مين اللي هيجيبهم؟ اكيد ابو تريكه في الاخر بما انك اهلاويه، او حتى لو مصراويه برضه ابو تريكه يعني. او مصر او اهلي. هو اكيد طبعا يعني ابو تريكه يعني متوقع ان هو يجيب جول، وانا متوقعه زيدان انا يعني حاطه عليه امل كبير قوي، حاسه نعمل ماتش كويس ان شاء الله. ومش عارفه بقى مين الثالث، ممكن عمرو زكي، ممكن عماد متعب ينزل يجيب جول لو يعني ما لعبش اساسا من الاول. لو قلنا لك مين اللي يتحط بدل حسني لو الظروف ما ساعدتوش ان هو ينزل مصر ده، هتحطي مين؟ حمص. شايفه ان حمص هو الاحسن. طب يا ساره لو اتكلمنا عن التشكيل بقى بشكل عام، تتوقع التشكيل ممكن كابتن حسن شحاته بيفكر في ايه؟ ممكن يلعب بالتشكيل بتاع ماتش تنزانيا. شايفه ان هو يثبت نفس التشكيل ده يعني. ممكن اظن كده يعني. طب انت شايفه ان احنا نبدا 3-5-2 زي ما احنا متعودين من سنه 2006، ولا نغير المره دي ونلعب 4-4-2 عشان يبقى عندنا دفعه هجوميه اكتر؟ لا نبدا زي ما احنا، بلاش خالص 4-4-2 ولا غيره، خلينا زي ما احنا 3-5-2 زي ما احنا متعودين اكتر. ربنا يسهل وربنا يكرمنا يا ساره. وتكلمينا بقى بعد الماتش، مش بس عشان الماتش، تكلمينا برضه بعد الماتش ان شاء الله، ونكون كلنا فرحانين ونبارك لك. ان شاء الله مصر كلها تكون فرحانه. ان شاء الله يا ساره. ان شاء الله. مع السلامه. مش خساره كمان، حلو قوي كمان ان حد اهلي بيتصل. يعني البرنامج 30 دقيقه زمايلك وواحده من رئيس مشجعات النادي الاهلي بتتصل، فاحنا مبسوطين باتصالات كل الجمهور النهارده يا مصطفى بالتاكيد. والله بجد يعني النهارده اتصالات كتيره جدا، وكل الناس بتتصل حبا في مصر، وكل عايز يطلع اللي جواه، وبيتمنى ايه للمنتخب وبيتمنى ايه للعيبه وبيتمنى ايه للشعب كله. وطبعا دي كلها مشاعر كويسه، يعني ان رابطه مشجعات نادي الزمالك قالت ابو تريكه، سيد معوض، احمد حسن، اي حد، عماد متعب، اي حد فيهم يجيب جون ده في مصلحه مصر. رابطه مشجعات الاهلي، رابطه مشجعات النادي الاهلي قالت لك اهلي زمالك مش فارق، عمرو زكي يجيب جون، اي حد يجيب جون. الوحده دي كويسه قوي في الاوقات اللي احنا في الوقت ده، وان احنا محتاجينها قوي يعني الصراحه. بالتاكيد ان شاء الله. يعني الوحده دي هي اللي هتكون سبب من اسباب صعود مصر ان شاء الله كاس العالم ان شاء الله. وتقريبا ده كان يلاقي اخر اتصال معانا النهارده في نهايه حلقتنا. مفيش حاجه في ايدينا غير ان احنا نقول يا رب، يا رب فرح المصريين كلهم، ووفق اللعيبه والجهاز الفني، وهو الموضوع مش موضوع اهداف، موضوع توفيق من عند ربنا. وانت ممكن يجي لك 50 فرصه في الماتش ما تعرفش تجيب منهم ولا واحده، ممكن يجي لك 3 فرص تجيبهم ب3 اجوان، وهو ده التوفيق اللي بيرجع في الاخر بتاع ربنا. ده مش بايد لعيبه ولا بايد جهاز ولا بايد جمهور، احنا كلنا وسيله للنجاح، بس هو التوفيق ده عامل النجاح الاول وعامل النجاح الاهم. بالتاكيد يا مصطفى. وفعلا احنا مش بايدينا غير ان احنا نقول يا رب، ربنا يكرم يا رب كده، ونشوف شوارع مصر متأثرة على آخرها، ومصر تعيش أحسن ليلة من الليالي بقى لها فترة ما عاشتهاش. الناس اللي ما حضرتش الأجواء دي تحضرها تاني. فأتمنى إن أنا أول واحدة نفسي أشوف الأجواء دي تاني، وإن أنا أعيش في أجواء صعود مصر لكأس العالم، وكلنا نفرح بتأهل مصر إن شاء الله يا مصطفى، ونعمل حلقة استثنائية تبقى كلها بقى وطنية يعني زي دي إن شاء الله. إن شاء الله نعمل حلقة استثنائية بإذن الله بعد فوز منتخبنا إن شاء الله يوم السبت. ويا رب بقى حقق حلم 80 مليون مصري بعد 20 سنة وغياب من كأس العالم.
ان احنا نخش بقى كاس العالم، لان ده حقنا بجد. ابطال افريقيا 2006 وابطال افريقيا 2008